المشاركات في الأوساط الأدبية، مهتم بالشعر، كتب من فترة قصيرة، لكن انخرط في العمل الثقافي من خلال جمعيات أدبية وروابط أدبية، منها جماعة حالة الأدبية، بالإضافة لمشاركاته في قصر ثقافة الإسكندرية. الشاعر الثاني هو فتحي جمال، طالب في الفرقة الثانية في كلية التجارة جامعة عين شمس، عضو في نادي أدب قصر ثقافة شبرا الخيمة، وعضو بالنشاط الثقافي بجامعة عين شمس، وله مجموعة من القصائد. طبعا الاثنين محدش منهم نشر حتى الآن، ربما تكون هي المشاركة الأولى عبر وسائل الإعلام، وربما يكون دي أول مرة بيقولوا شعر قدام هذا الكم من المشاهدين. أهلا بكم. فتحي، هبتدي بيك هذا اللقاء، ودايما بقول إن احنا عشان نتعرف على شعر لازم نسمع قصيدة. يعني الكلام ما بيقولش إذا كنت أنت شاعر ولا لا، لكن القصيدة بتقول. نسمعك وبعدين نتكلم. دفى البرد. دفى البرد، اتفضل. بحر الكلام خايف يقول أعذب ما فيه، حص انكسف من لون عينيكي من الخدود، من شعرك اللي الموجة فيه أقوى كتير من موج بحور، ولا الشفايف شطين وبحر من العسل، بس السكات أقوى، هو البريد هو الميعاد هو الدفء، واتمنى ليه حبة سكات والعين تغمض ألاقي جنبي، أيوة جنب الإيد في إيدي، والعين بتتنهد عليكي والجسم يتدفى بحنان، مع إنه نصي من الغطا طالع والبرد مش شباك بيعصر معدتي، البرد يقرص على الضلوع، طعم الدفى يحلى والجسم يبدأ الارتجاف، بحر الحنان لساه ملان ملعون جنانك، العقل فات بس العينين لساها ماسكة على الحنان، فتح عينيك لتموت، بحر الحنان لساه ملان، البرد منزوع الوفا، ازاي هتديله الامان، بحر الحنان لساه ملان. الله. فتحي، انت بتكتب بقالك قد ايه؟ تقريبا 4 سنين. 4 سنين. طيب انت يعني في خلال ال4 سنين دول هل درست علم العروض؟ والله حد وجهك في المسألة دي؟ كان طبعا تحت تربية الأستاذ سعيد الصاوي. شاعر الشاعر سعيد الصاوي. طبعا ده أنا عروض بصوته، بحس العروض، مش بالشغل الأكاديمي. العروض بالودن. تمام. فبدأ يقول لنا بقى كل قصيدة يمسكها ويبدأ يقطعها قدامنا بالتخبيط، يعني مثلا كان يجي يقول لنا ايه، بيرام التونسي هتجنن يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، بلاد تمدين كده، فاهمني؟ فماشي معانا، علمنا الوزن بالشكل ده، واحنا من خلال قراءاتنا بقى بقينا نقرا ونشوف الوزن ونسمع ونروح ندوات وطلعنا في ندوات وهكذا، فبدأنا عرفنا الوزن. بعد شويه يخش لنا بقى ايه في الفكره، نخش في بناء القصيده في تمام. الا ان الواحد يعني هو ده مشروع، يعني هو كمدير قصر ثقافه شبرا الخيمه، طبعا اي حد بيجي جديد بيتولاه ويبدا معاه الخطوات من الاول الى ان يوصله، فالعمليه عنده مستمره دايما، وعنده انه لو جاله كل يوم 10 هيبدا معاهم. وهو دور الحقيقه الجيل الكبير ان هو يقف جنب الجيل الصغير. بصراحه يعني دي حاجه ما بلاش في ناس كتير يعني، بس لا هي موجوده على فكره، بس ربما يكون ما حدش بيلجأ له. ممكن. انا ما اعتقدش ان شاعر هيجيله موهبه حقيقيه وتسمعه وهو مش هيوجهها، لا هيوجهها اكيد. عبد الرحمن، عايزه اجيلك وبرضه هطلب منك نسمع قصيده قبل ما نبتدي ان شاء الله. هي قصيده بعنوان حلم، تقول جوانا حلم خايف يعيش، خايف يكون ما يلاقيش، خايف يحب يتخدع، خايف يشب يتوجع، من بصة من فوق الجدار، وعيال مكبلها الحصار، وأقصى أسير، وزفة وطير مكسور الجناح، منزوع السلاح، وأرضه مرفوعة براية الغير، ورجع الحلم يتدارى في شنطة خير، وياخد دوره في الطوابير، ورجع الحلم يتدارى في شنطة خير، وياخد دوره في الطوابير، وراسه في بير، ودوامة في بحر غويط، وفرحة في عيد، ونشرة تختم أخبارها بنعي وشهيد. الله. عبد الرحمن، انت القصيدة فيها قضية. يعني احنا اعتدنا ان الشعر مع بداياته لدى الشاعر بيبقى متعلق بتجربة،